ورد عليكم يا شوية حضرات، كل سنة وانتم طيبين. صدق انت عيل بيه وعمرك ما تبقى بلوجر اشي. يا سندوسي انت قرشة ملحتي ليه؟ في حد يقول للجمهور بتاعه يا شوية حضرات اتفرج عليا واتعلم اصول الصنعة. اتفضلي يا ست المايك معاك. هلو على احلى فانز في المجرة، هابي نيو يير عليكم. وشوي كان عايز يقول لكم حاجة مهمة يا بسم فانز. الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل المرسلين. مع طلوع الشمس في يوم جديد طلعت يا مع أحلى نورها الشمس الشموسة، وذهاب العمال إلى الورشة، والصيادين إلى المركب، والفلاحين إلى الحقل. والمفتاح عند الحداد والحداد عاوز تفاح. ما تخلص يا اخويا واحنا في اذاعة مدرسية. احنا قررنا السنة دي إن شاء الله. احنا اهدي يا حبوب، اسمها سندس قررت وانا بنفذ. اكتبي بقى، عاوز أقولك كلمتين. احنا قررنا السنة دي إن شاء الله إن مفيش فيديو راس السنة. راس السنة اللي هو هابي نيو يير يعني يا فانز. ليه بقى؟ لسببين. السبب ان ابويا قال لي زمان: بص يا واد يا شوقي، ما تشغلش التلفزيون والبيت اللي جنبنا فيه عزا. كدبوا الاله، تلفزيون ايه ده؟ ابوك لحق الراديو بالعافية. صدق بالله انت لو ما سكتي لا هحطك في برميل المخلل. خلاص يا شقشوقة بقى اني اسف. ابويا قال لي ما تشغلش التلفزيون وجارك عنده عزا يا واد يا شوقي. كدبوا الاله. يعني عيب قوي لما يبقى العيال الصغيره في فلسطين مش لاقيين لقمه ياكلوها وانت لابس طرطور ونازل تحتفل براس السنه. يعني من الاخر كده اللي عنده طرطور من السنة اللي فاتت يفكوا ويجيبوا لام السيد، هتفصلهولك شلت وتحشيه قطن ويبقى على كيف كافك. انت منصصه مع ام السيد في المصلحه دي صح؟ يخرب بيتك هتفضحنا قدام الفانز، انا هبقى اشوفك بحاجة وسخ. طيب ما علينا. السبب التاني هو الاحتفاظ بالهوية وعدم الانجراف وراء ترندات الغرب. جاروف قهوة بتاع ايه يا شوقي؟ ما نبقلطش الكلام. يعني من الاخر يا سندس، عمرك شفت عيل اجنبي جايب مسدس خرز وعمال يخربق العيال في العيد الكبير مثلا؟ لا يا اخويا ما طب شوف. شفت مثلا عيله في تانية ابتدائي بتاعت امريكا بتعض في فرصه فوليه في مولد النبي؟ اه فهمتك، انت عاوز تقول الاحتفاظ بالهوية وعدم الانجراف وراء ترندات الغرب. طب ما تقول كده من الاول. بس يا جدعان، فان شاء الله كل سنه وانتم طيبين. مفيش فيديو راس سنه السنه دي ولا بعد كده ان شاء الله. وادعوا لفلسطين يا جدعان. شوقي انت نسيت حاجة مهم. نسيت يا بنتي؟ هتجيب لي هدية في راس الثانية وهتخرجني فين؟